هو انت يا غريمي لو كسبت 5-1 هيقولوا اللي كسب 5-1 اهو، ولا مش هيحسبوا لكم الثلاث نقط؟ لازم تجيب السادس. انتوا اول ما جبتوا الخامس قلت يا رب الاهلي ما يجيبش السادس عشان مش هيسكتوا، هيقعد يقول لك فاكر 6-1 والكلام ده. بس يلا سهله، الاهلي النهارده بيكتسح شباب بلوزداد الشوط الثاني. بس الاهلي النهارده عمل شوط تاني خرافي، بس الشوط الثاني بس. وده ليه؟ انا ما بقولش الشوط الاول، الاهلي الشوط الاول ما جاش. وده ليه؟ ده بسبب كولر النهارده بدأ غلط، عمل توليفه في نص الملعب كده في الشوط الاول ما تنفعش مع بعض. مروان عطيه شبه اكرم توفيق، شبه السوليه، وكمان السوليه لو كان هجومي شويه، بس السوليه ما بقاش زي الاول. وكمان كان معاهم خالد عبد الفتاح باك يمين كمان ما بيهاجمش، فعندك نص الفرقه كانت بتدافع مع فرقه اصلا ضعيفه ما فيهاش غير لاعب او اتنين، المهاجم اللي هو الافريقي ده، وعبد القادر مزيان الجناح الشمال اللي هو تعب اكرم توفيق الشوط الاول وتعب خالد عبد الفتاح. لاعب كبير بصراحه ولاعب جامد.